اهلا بيكم ومرحبا في برنامجكم مع ماما سمسمة. النهارده هنتكلم في موضوع مع بعض. اتفقنا او اختلفنا، كل واحد يقول رأيه بصراحة. بتكلم عن شغل الطالب اثناء الدراسة. هو معنى كده ان الاب والام مش قادرين ان هم يصرفوا عليه؟ او شغله كمان اثناء الاجازة، معنى كده ان الاب والام مش قادرين يصرفوا عليه؟ في ناس بتحسبها كده، لا انا ما شغلش ابني، انا ما مرمطوش، انا قادر ان انا اصرف عليه. لا، خليك نايم، نام للظهر، نام يا حبيبي للظهر او للعصر، وخليك طول اليوم ماسك تليفونك. ده صح؟ سواء كنت مع الموضوع ده او عكسه، انا عن نفسي عكسه، وهقول لكم ليه. عكسه لان نوم الشاب ولا الشابه في البيت مش حلو. يعني هو ينزل يكتسب خبرات، يكتسب مهارات، يتعلم من الناس، يتعلم الدنيا ماشيه ازاي. القصه مش قصه فلوس. القصه مش قصه ان والده مش معاه فلوس يا حرام فنزله يشتغل، اهلها يا حرام مش لاقيين ياكلوا فنزلوها تشتغل مثلا في ماركت او في محل او. القصه مش كده. القصه قصه ان هو انت بترحم ابنك من مسكه التليفون طول اليوم، بترحم ابنك من النوم طول اليوم. الواحد لما بيتعود على حاجه بيبقى خلاص يتعود على الشغل والحياه اليوميه والدنيا تبقى ماشيه ازاي، اكتساب خبرات ومهارات، يبقى في نشاط. البني ادم اللي بيتعود على القعاد بيبقى صعب انه يطلع، والبني ادم اللي بيتعود على الشغل بيبقى برضه صعب انه يقعد. فعودوا ولادكم على ان هم يشتغلوا، على ان هم يعرفوا الدنيا ماشيه ازاي. القصه مش قصه خالص ان الاهل مش قادرين يصرفوا، لا. يعني ده معظم الاهالي بتبقى ما شاء الله الماديات ما شاء الله حلوه جدا، ويقول لك لا انا لازم اطلع ابني يشتغل عشان يعرف الدنيا ماشيه ازاي. يترحم من مسكه التليفون، يترحم من النوم على السرير طول اليوم. فده كله بيصب لمصلحه ابنك او بنتك. غير ان انت كمان المفروض ان انت تشجع ابنك على كده. مش رايح تشتغلي فين؟ هتفضحني، هتعرني، ما ينفعش تروح في المكان ده، ما ينفع. ايا كان ما الشغل اللي هيشتغله، الشغل شجعه عليه. ايا كان الشغل اللي هيشتغله يعتبر شرف، طالما شغل حلال مفيهوش حاجه حرام خلاص يعتبر شرف بالنسبه له. يبقى انا اشجع ابني واخليه يروح يشتغل او بنتي، الاتنين زي بعض. فرحتهم بالفلوس اللي هم بياخدوها مهما كانت قليلة بتخليهم عايزين يدوا اكتر، عايزين يشتغلوا. لو وصلتوا معانا في الفيديو لحد كده يبقى صلوا على النبي ولايك وفولو وقولوا رأيكم بصراحة. ولو عجبكم الموضوع نتكلم فيه بزيادة.